الاختفاء القسري هو الاختطاف أو أي نوع من أنواع الحرمان من الحرية أيا كان نوعه لأسباب سياسية، يتبعه إخفاء مصير الشخص المختفي ومكان تواجده مما يجعله خارج حماية القانون. عدد المختفين قسريا في 2015 في شهر يناير وفبراير 129، في شهر مارس 122 و212 في شهر إبريل. اول ما يحصل الاختفاء القسري على طول بعد اذن حضرتك الاسره تتصل برقم 124 من اي تليفون ارضي، وبتبلغ الموظف اللي هيرد عليها يقول له انا عاوز ابعت تلغراف للسيد النائب العام والمدير امن كذا اللي هو في المحافظه اللي هو تابع ليها وللمحامي العام بنفس المحافظه، وهيمليه الصيغه دي، هيملي الموظف اللي هيرد عليه الصيغه دي، هيقول له السيد، اكتب السيد وتكتب النائب العام فلان الفلاني والسيد مدير الامن كذا كذا والسيد المحامي العام لمحافظه كذا في تمام الساعة، واكتب الوقت اللي اتقبض عليه الشخص القريب ليك يوم كذا، قامت قوات الشرطة التابعة لقسم كذا لو انت عارف ان القوات دي جاية من انهي اسم، او اكتب اسم المكان اللي تم القاء القبض عليه والقوات اللي جت فيه، خلاص، واكتب ان هم كانوا يرتدوا زي مدني او زي عسكري بالقاء القبض على فلان الفلاني، الاسم رباعي بتاع الشخص اللي اتقبض عليه والمقيم في مكان كذا، وتكتب العنوان بالكامل. ممكن تكتفي لغايه هنا بالتلغراف، لكن النصيحه انك تكمل وتشرح فيه ايه اللي حصل اثناء وقعه القبض عليه، يعني قام افراد بزي مدني بتوقيفه وتم ضربه وتم الاعتداء عليه وتم اقتياده ولم يتم اظهار اذن نيابه للقبض عليه. ضروري جدا انك تذكر ان ما كانش في اذن نيابه ان اثناء القبض عليه. هتقول ان هم رفضوا اخبار الاسره وافراد العيله عن سبب القاء القبض عليه او الادلاء عن المكان اللي هيتم اصطحابه ليه للاحتجاز والتحقيق معاه. طيب بعد كده هتقول ارجو من سيادتكم، هتختم بقى ارجو من سيادتكم اتخاذ الاجراءات القانونيه خوفا من تلفيق التهم للمختطف، مقدمه وهتكتب اسم ليه الشخص اللي قدم البلاغ ده هو. طيب احيانا الخدمه دي بتاعت التلغراف اللي هي 124 ارضي بتبقى موقوفه، فانت ما تتصل مش هتلاقي حد يرد عليك، فانت بقى ده معنى ان حضرتك هتروح بسرعه السنترال تاني يوم الصبح وهتعمل البلاغ ده، هتروح في السنترال وتقول له انا عاوز اعمل البلاغ ده، بنفس الصيغه اللي احنا مليناها لحضرتك واللي هتلاقيها ظاهره على الشاشه. وكمان حضرتك لو نزلت في الشرح بتاع الفيديو تحت على اليوتيوب وهتعمل انظر المزيد هتلاقينا احنا حاطين لك الصيغه دي كلها وحاطين لك كل الاجراءات اللي احنا قلناها في الفيديو علشان برضو تقدر تنسخها كتابه بشكل اسرع. طيب مش هتقف عند كده، لا، كمان حضرتك هتبقى مطالب انك وانت هناك لو هو رد عليك في التليفون او لو انت في السنترال انك هتطلب من الموظف صوره من التلغراف، يعني انا عاوز الايصال وعاوز حاجه يثبت ان انا بعت التلغراف ده، عشان دي هتبقى ورقه مهمه المحامي هيحتاجها بعد كده اثناء نظر القضيه لما يتم عرض المتهم على الجهات القضائيه سواء من النيابه او القضاء اللي هو الشامخ المفروض. طيب ايه تاني بعد كده؟ المفروض بعد كده هتاخد المحامي برضو ويروح للنائب العام، هيروح للنائب العام وهو مكتبه موجود في منطقه الاسعاف في محافظه القاهره، وهيروح للمكتب بتاع النائب العام وهيبلغ برضو عن حاله الاختطاف دي وياخد رقم متابعه، هيدوله رقم متابعه، فانت كده بقى معاك رقم متابعه للقضيه، بالاضافه معاك اثبات رسمي من الدوله ان تم تبليغهم باختطاف فلان الفلاني بتاريخ كذا، ومعاك صوره من ايصال التلغراف ده ونسخه كمان من التلغراف. طيب هتتوقف عند كده؟ لا، مش هتتوقف عند كده. بعد كده حضرتك هتتواصل مع الناشطين الحقوقيين وهتتواصل مع المنظمات الحقوقيه الرسميه اللي موجوده زي مثلا حمله الحريه لجدعان، زي المنظمه العربيه للحقوق والانسان، زي المرصد المصري للحقوق والانسان، زي الندوه للحقوق والحريات، زي الرابطه العالميه للحقوق والحريات، زي منظمه انسانيه، زي منظمه هيومن رايتس مونيتور، كل الحاجات دي زي منظمه العفو وهيومن رايتس واتش، كل المنظمات دي ابتدي ابعت لها على ايميلاتها وعلى صفحاتهم اللي موجوده على الفيسبوك، او لو عملت سيرش على جوجل هيظهر لك اسماء المنظمات دي والمواقع الرسميه ليهم. وبعد كده مع الناس دي هتقرر هل ينفع ان يتم نشر القضيه اعلاميا، هل ده في صالح المتهم ولا لا، وبيتم المتابعه بعد كده بحيث ان هم يكونوا عارفين من اول يوم ان في انتهاك حصل ويتكلموا لو حصل اي تلفيق في القضيه للشخص ده. دي خطوه من ضمن خطوات بسيطه احنا بنحاول نقلل فيها مده الاختفاء القسري بتاع الشخص ونثبت ان هو تم اختطافه من قبل الدوله وتوثيق ده على الدوله ليوم الحساب باذن الله عساه ان يكون قريبا. شكرا لكم.